دلوقتي يا حبايبي نقدر نقول مع بعض كده ايه رأيكم بقى في الأكلة القمر دي؟ أكلة مصرية فظيعة بجد، الكل بيحبها. طبق الشوربة اللسان العصفور، الكشك المصري الفظيع دوت، البطاية اللي هي مسلوقة واخدة وش كده تحت الشواية ودايبة خالص، بجد طعمها تحفة جدا. يلا بينا كده نشوف العظمة دي عملناها ازاي. بس أهم حاجة يا ريت ما تنسونيش باللايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد، وكومنت ظريف كده علشان يرفع معانا الفيديو. وباذن الله هكتب لكم كل المقادير بتاعه الوصفه بتاعتنا في الديسكريبشن بتاعنا. اتمنى ان انتوا تزوروني دايما على قناتي، ويلا بينا نشوف الوصفه دي عملناها ازاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده طبعا احنا شايفين كده القمر، البطايه القمره دي هنعملها كده بطريقه حلوه جدا، هنعمل عليها حاجات قمر جدا. اكله مصريه الكل بيحبها، في ناس كتير قوي تعرفها وناس كتير جدا ما تعرفهاش. انا واحده من الناس كنت الاول ما اعرفهاش خالص، بس بجد الكل بيحكي وبيتحكى عليها بجد في طعمها. هنعمل مع بعض اكله مصريه، الكشك المصري اللي بجد كل الناس بتعشق الكشك المصري. هنعمله مع بعض كده بطريقه سهله وبسيطه ومش مكلفه ولا محتاجه اي كده تكتكه فيها. في الحاجات بتاعتها سهله جدا وبسيطه، واحنا كلنا عارفين طريقتها، بس هنعملها بشويه حاجات كده وتركات بسيطه جدا هنعملها مع بعض. بتمنى ان الوصفه تعجبكم وتكون خفيفه على قلبكم، وتفتكروني دايما بكومنت بسيط كده عشان ده اللي هيرفع معانا الفيديو باذن الله تعالى. يلا بينا كده نشوف احنا معانا ايه كده الشوربه بتاعتنا، عشان احنا عايزين شوربه دسمه كده. طبعا انا معايا البطايه كده، والبطايه دي دسمه، الجلد بتاعها ده كده دسم، باين قوي ان هو فيه دهن كتير. ومعايا كده مش هحتاج في الشوربه بتاعتي اكتر من حبهان الملح، ورق رورق، وخلاص على كده. ومعايا طبعا بقى المنكهات اللي احنا هنحطها، معانا البصل ومعانا الطماطمايه الصغيره القمر دي ومعانا الجزر. وهننزل كل الكلام ده كده مع بعضه كده في الحله بتاعتنا، ولازم تكون الميه بتاعتنا بتغلي. هنبدأ ننزل كده الحاجات دي كده واحدة واحدة. طبعا المية لازم تكون بتغلي، وهي بتغلي بس علشان خاطر هي على العين الصغيرة فمش باين قوي الغليان بتاعها. طبعا دلوقتي البطاية نزلت بقى وبقت بتعمل بق 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 كده. هنسيبها بقى هي مع التوابل بتاعتها تاخد وتدي كده. انا بحب عادة ان انا اسوي الحاجة كده على نار ضعيفة، النار الصغيرة خالص ديت، علشان بجد بتعمل ريحة للاكل تحفة جدا، وبتسوي الاكل كده على هدوء، بيبقى بالراحة كده، بتبقى طعم الاكل حكاية بجد. اتمنى ان كل الوصفة تعجبكم وتكون خفيفة على قلبكم، وتخليكم معايا للاخر عشان نشوف شكل الاكل المصرية بتاعتنا البحتة بجد تحفة جدا. اتمنى كل الاكلات تعجبكم يا رب العالمين، وتكون خفيفة على قلبكم باذن الله. وتفتكروني دايما من دعائكم. ما تنسوش ابدا تعملوا لي كومنت ظريف كده عشان ده اللي هيرفع معانا الفيديو. هنسيب كده البطايه بتاعتنا تعمل بق 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 كده مع بعضها، ونرجع تاني مع بعض تاني. وطبعا يا حبايبي احنا شايفينها كده عماله طبعا البطايه بتاعتنا تبقبق دلوقتي في قلب الميه بتاعتها، فاحنا هنسيبها كده. طبعا احنا شايفين الدسامه بتاعتها عامله ازاي، الطماطمايه مع الحاجات كلها، البصل والجزر اللي حاطينها والتوابل، بتبقى عامله ريحه تحفه جدا. هنسيبها كده ونوطي عليها خالص، نبقى موطيين عليها، او حابه ان هي تبقى كده هتسيبيها على العين بتاعتها كده حلو جدا بجد، هتاخدي احلى ريحه واحلى طعم للاكل بتاعك. اتمنى ان الوصفه تعجبك وتكون خفيفه على قلبك يا رب العالمين. هنسيبها كده ونروح نقرا شويه قران كده في الايام الفضيله المفترقه دي. اتمنى كل دعواتكم لينا يا رب العالمين، ويا ريت ما تنسوني بكومنت ظريف عشان يرفع معانا الفيديو باذن الله تعالى. وهنا كده يا حبايبي بعد ما خلاص كده طلعنا البطايه بتاعتنا القمر كده وخلاص، هنبدا بقى نعمل الكشك المصري بتاعنا. هنبدا بقى ان احنا نصفي الشوربه اللي احنا عايزينها عشان ما يبقاش فيها لا بصل ولا الحاجات ديت عشان الاولاد. هنبدا ننزل كده عليهم بكوبايه كده من الرز المغسول، وهنعمل احلى كشك مصري بجد، حاجه كده عظمه جدا. هنسيبه كده يغلي مع بعضه كده، ونرجع تاني على ما الرز بتاعنا ما يستوي نكمل بقيه الوصفه بتاعتنا. بتمنى يا رب الوصفه تكون خفيفه على قلبكم يا رب العالمين، وتزوروني دايما على قناتي حل الضغط، وتعملوا لي كومنت ظريف كده عشان ده اللي هيرفع معانا الفيديو باذن الله تعالى. هنبدا كده ان احنا نقلبه كده. وطبعا هنا حابه بقى ان انت تشوفي الملح بتاعها بتاع الشوربه بتاعتك تمام جدا، مفيش اي مشكله. هنسيبها تغلي كده مع نفسها ونرجع تاني نشوف هنكمل وصفتنا ازاي. وهنا يا حبايبي كده بعد ما خلاص بقى حطينا كده الرز معانا استوى، هننزل عليه كده بلتر من اللبن، وهنقلب كل الكلام ده كده كويس جدا.
طبعا كده نفس طريقة الرز بلبن كده، حاجة كده عظمة جدا. ودلوقتي هنا يا حبايبي كده انا شفت الملح بتاعها كده، فحسيت ان هي محتاجة سنة كده من الملح، وهنحط حبة صغيرة خالص كده من الفلفل الاسود، شوية صغيرين خالص عشان ما يسمرش معانا. وطبعا يا حبايبي بما ان الاكله ما فيهوش اي حاجه من السمنه خالص، هي على دسامه البطايه كده بس وخلاص، هنقعد بقى حطينا هنا كده معلقه من الزبده البلدي، وقطعنا كده البصلايه دي كده هتحمر معانا كده وتاخد اللون. وطبعا احنا معانا هنا الكشك كده على النار نقلبه، اهم حاجه ان ايدينا تبقى فيه كده عشان ما يكتلش معانا او اي حاجه، اكنك بتعملي رز بلبن بالظبط. طبعا يا حبايبي بعد ما حمرنا البصله كده بقى هننزل على الكشك بتاعنا كده بطشه البصله دي، هي اللي بتديه بقى الطعم، هي اللي بتديله طعم كويس جدا. طبعا لو في حد عمله الرز ما جاش معاه كتير وما ربطش معاه كده، يقدر ان هو يربطه كده بشويه كده من الدقيق وشويه ميه ويربطهم كويس جدا. انا كنت كترت الرز شويه فالرز ربط معايا كويس قوي، فمش محتاج ان انا اربطه بحاجه تانية وخلاص كده. وطبعا انا شلت شويه كده من، وكده خلاص الكشك المصري بتاعنا الاصيل طبعا خلاص استوى معانا كده. وخلاص احنا شايلين كده شويه من البصله كده عشان نزوق بيها طبقنا. وطبعا عملنا شوربه اللسان العصفور، وهنطلع دلوقتي البطايه بقى من الفرن ونبدا نجهز طبقنا. اتمنى ان الوصفه تعجبكم وتكون خفيفه على قلبكم. ما تنسونيش ابدا من دعائكم وكومنت ظريف عشان ده اللي هيرفع معانا الفيديو باذن الله، واشتراك بسيط كده مش هيكلفك اي شيء بس هيكبر معايا قناتي. بتمنى ان كل الوصفات تعجبكم وتكون خفيفه على قلبكم يا رب العالمين. ودلوقتي يا حبايبي خلاص كده غرفنا الكشك بتاعنا وقمنا رشين عليه كده البصل بتاعنا. بتمنى ان الوصفه تعجبكم وتكون خفيفه على قلبكم يا رب العالمين. طبعا ده بيتاكل بقى مع العيش البلدي الفظيع بتاعنا الطازه. بتمنى يا رب الوصفه تعجبكم وتكون خفيفه على قلبكم. وطبعا البطايه القمر دي خليناها كده تاخد بس لون كده تحت الشوايه، طبعا مستويه خالص وطعمها هيبقى زي الفل باذن الله، لان احنا عاملين الشوربه بتاعتها بطعم حلو جدا. بتمنى ان الوصفه تعجبكم. وطبعا الكشك دوت بيعتمد على شوربه لازم تكون دسمه. احنا طبعا لو عملناها على شوربه فراخ مش هتقول لا، بس لو اتعملت على شوربه بط بتبقى طعمها اطعم بكتير. بتمنى ان الوصفه تعجبكم وتكون خفيفه على قلبكم يا رب العالمين. وما تنسونيش ابدا من دعائكم وكومنت ظريف كده عشان ده اللي هيرفع معانا الفيديو باذن الله تعالى. بتمنى كل الوصفات تكون خفيفه على قلبكم يا رب العالمين، وما تنسونيش ابدا من دعائكم. ودلوقتي نقدر نقول مع بعض والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.